ليه حسام حسن لعب بامام عاشور في الماتش ده بالذات؟ لان كوت ديفوار كان عندها نقطه ضعف كبيره جدا بين الخطوط، لما بيطلعوا يهاجموا او يضغطوا على الخط الامامي بتاع منتخب مصر كان دايما المساحه اللي بين الدفاع وبين خط الوسط بتكون فاضيه. عشان كده امام عاشور لعب عشان يعمل خلخله في المنطقه دي. فهتشوف هنا في كل ما منتخب مصر بيستلم الكوره امام عاشور دايما بتلاقيه بين الخطوط. مش بس كده، امام عاشور اصلا كان بيلعب على سنجاري اللي هو رقم 6 بتاعهم، اللي المفروض هو هيطلعهم بالكوره. غير كده ان امام عاشور عنده حته اللمسه الواحده، ما بيأخرش الكوره كتير في رجله، برضه ذكي في تحركاته جدا سواء بالربط مع صلاح او بالربط مع مرموش، ودايما كان بيعمل مثلثات معاهم هم الثلاثه، وكان عندهم حريه الحركه، وده شفناه في مباراه كوت ديفوار. حسام حسن بيعيد اكتشاف امام عاشور في مركز 8 بعد ما كولر خلاه يلعب مركز 10 وكان بيكسل شويه ان هو يرجع يدافع. قدر حسام حسن يرجع امام عاشور في مباراه مصر وكوت ديفوار لامام عاشور بتاع مركز 8 مش مركز 10 او مركز 9 ونص. المهم ان امام عاشور قدم مباراه كبيره، وهنشوف في الفيديو ده كل اللي امام عاشور عمله. بص على امام في اللقطه دي هتعرف ان امام واقف فعلا بين الخطوط، يعني لعيبه خط الوسط بتوع كوت ديفوار طالعين لقدام بيضغطوا، تحس ان هم قايل لهم روحوا انتوا في المكان ده وانا هروح في المكان ده خالص، وفعلا قدر يستلم الكوره من فتوح ويطور الهجمه. اللقطه اللي بعدها على طول هو الربط بين خط الدفاع وخط الوسط، لان امام في البدايه هو خط دفاع اول لمنتخب مصر وقدر يمسك سنجاري، وكل منتخب مصر كان بيضغط على منتخب كوت ديفوار، وفعلا قدر حمدي فتحي يقطع الكوره. بص هنا تلاقي امام عاشور واقف بين الخطوط يعتبر خلف خط الوسط بتاع كوت ديفوار، وقدر ان هو يمتص الكوره بتوقيفه بالراحه جدا عشان ياخر الوقت شويه ان مرموش يجري في المساحه اللي هو عايزها. وفعلا امام ما اخرش الكوره كتير، لا هو ريح الكوره بس بسيط وراح لعبها على طول عشان مرموش يروح ويحرز الهدف الاول. حسام حسن كان مدي تعليمات لامام عاشور ان انت تتحرك بحريه تامه في الملعب، سواء صلاح راح مكانك، وفي اللقطه دي بتوضح ان صلاح مكان امام عاشور، انت هتروح مكان صلاح ومرموش راس حربه. وفعلا قدر امام يوقف هنا الكوره ويحل مشكله الضغط بتاعه كوت ديفوار، ويستلم الكوره ويسلمها لمحمد هاني عشان محمد هاني يلعبها لصلاح وصلاح يلعبها لمرموش. الكوره دي راحت هجمه بس اتحسبت اوفسايد. امام مش بس كان بيهاجم، امام هنا هتلاقيه عامل مثلثات عشان لو لعيب عدى من حمدي فتحي او وقت الضغط عليهم يكون هو مساعد قوي في الضغط على اللعيبه بتاعه كوت ديفوار في اي مكان ويعمل زياده عدديه. وحتى لما استلم الكوره اداك لمحه من لمحات ابو تريكه لما عدى الكوره من بين رجل ليان لاعب لايسبرج، زي ما عمل ابو تريكه قبل كده بالظبط، وعداها من بين رجل يايا توريه وفي نفس المكان. نيجي بقى على ابرز لقطه من لقطات امام عاشور وهي وش الرجل. بس قبل وش الرجل بص على امام، هو لمح مرموش ويعتبر كلموا بعض بالعين، على راي الكابتن ميمي الشربيني كان بيقول لك بالتليفون يا حبيبي بالتليفون. فعلا قدر يستغل المساحه اللي خلف مرموش لما مرموش نزل وسحب المدافع. بس عايزك تبص على امام وقت ما استلم الكوره، هتلاقيه رافع عينه كويس وعارف ان صلاح جاي من بعيد. هو اول ما لقى صلاح جاي فعلا بيقطع قدام المدافع حطها له بوش رجله. بس خد بالك كمان ان اللعبه دي صعبه جدا، لان السهل ان انت تحطها ببطن رجلك الشمال، بس في لعيبه اذكياء زي امام عاشور هو واثق